هل تعلمون أن حارس مرمى برشلونة تشيزني حقق نسبة نظافة شباك تفوق 50% هذا الموسم؟ رقم مذهل يضعنا أمام معضلة حقيقية مع عودة تير شتيغن من الإصابة. وهذا يجعل قرار المدرب فليك صعبا للغاية. كيف يمكن استبدال حارس يحافظ على النظافة في 11 مباراة من أصل 21؟ الأمر يتجاوز مجرد الأرقام. تشيزني أظهر قيادة استثنائية في الملعب واستقبل 18 هدفاً فقط. لكن دعينا نتحدث عن المباراة المرتقبة أمام دورتموند. نعم، مباراة الإياب في ربع نهائي دوري الأبطال. برشلونة متقدم برباعية نظيفة، لكن ملعب سيجنال إيدونا بارك له تاريخ حافل بالمفاجآت، خاصة مع تعيين الحكم الإيطالي مارياني لإدارة المباراة. من المثير أنه أدار مباراة سابقة لدورتموند انتهت بفوزهم 4-1 على إشبيليا. مع ذلك تشكيلة برشلونة تبدو قوية للغاية، خاصة مع عودة داني أولمو. بالضبط، لكن ما يقلقني هو غياب بديل الإصابة. على الأقل عندنا خط هجوم قوي مع ليفاندوفسكي ورافينيا. وبالحديث عن الإصابات، هل تابعت قصة مبابي المثيرة للجدل؟ نعم، البطاقة الحمراء التي تلقاها قد تكلفه غاليا. كيف ترين تأثير غيابه المحتمل على ريال مدريد؟ العقوبة قد تصل إلى 12 مباراة، وهذا قد يؤثر على مشاركته في نهائي كأس الملك. لكن دعنا نتحدث عن مستقبل الكرة الإسبانية. جيل فرنانديز، موهبة برشلونة البالغة 16 عاماً، يجذب اهتمام كبار أوروبا. من المدهش أن بايرن ميونخ ومانشستر سيتي مهتمان به رغم صغر سنه، وهذا يؤكد قوة أكاديمية لا ماسية. لكن الأهم أن اللاعب يريد البقاء مع برشلونة وإثبات نفسه. وبالحديث عن المستقبل، الكلاسيكو في 11 من مايو 2025 قد يكون حاسماً في تحديد بطل الليغا. نعم، خاصة مع المنافسة القوية بين العملاقين هذا الموسم. المثير في الأمر أن المباراة ستقام على ملعب مونتجويك، وهذا قد يمنح برشلونة أفضلية إضافية. لكن دعنا نعود إلى مباراة دورتموند. كيف ترى فرص الفريق الألماني في قلب النتيجة؟ مهمة صعبة للغاية، لكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل. صحيح تماماً. دورتموند يحتاج لتسجيل 5 أهداف على الأقل، وهذا ليس سهلاً أمام دفاع برشلونة القوي. لكن الجماهير الألمانية قبضتها قد تصنع الفارق. وماذا عن توقعاتك النهائية للمباراة؟ أتوقع أنه يتأهل برشلونة، لكن المباراة لن تكون سهلة. خبرة لاعبين مثل ليفاندوفسكي وتشيزني حتكون حاسمة. شكراً لمتابعتكم معنا اليوم، ونلتقي في حلقة جديدة لمناقشة كل ما هو جديد في عالم كرة القدم.